السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مره يتابعني، انا داليا السيد، بقدم لكم محتوى طبخ. اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الجو برد بقى، هنعمل شويه عدس حلوين كده يدفونا في الجو ده. هنا معايا معلقه زبده. هستخدم الخضار بتاعي: جزر، بطاطس، قرن فلفل، بصلايه متوسط الحجم، طماطمايه. معايا هنا 4 فصوص توم. معايا قطعه زعتر وجنزبيل فريش، هيخلوا الطعم في حته تانية. هشوح الخضار بتاعي كده لحد ما يطلع ريحته. هستخدم كوباية هنا عدس مغسولة كويس، هشوحها مع الخضار شوية. جربوها بالطريقة دي، هيعجبكم قوي. طبعا الخضار اللي بيتحط حسب الرغبة، ممكن تحطي كوسة وممكن تحطي حاجات تانية انتي حباها. انا هنا استخدمت الحاجات اللي انا بحبها واللي كانت موجودة معايا. هنا البهارات بتاعتي: معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، وشوية كمون، وشوية كزبرة ما ظهرتش معايا في الكاميرا. ومعايا مكعب ماجي، ده اختياري. بعد كده هنزل على كوباية العدس ب5 كوبايات مية، وهسيبهم على النار تغلي تغلي وتستوي وتسوي الخضار معايا. العدس ما بياخدش اي وقت يا جماعة في السوا، بيتعمل بسرعة. طبعا الناس اللي عندها هاند بلندر هتعمله في ثانية. الناس اللي هتعمله في الخلاط هتصبر شوية لحد ما يبرد، وبرده ما بياخدش وقت، بيبرد بسرعة. هنا خلاص استوى معايا زي ما انتوا شايفين كده. البطاطس استوت خالص والجزر وكل الخضار. انا هنا هستخدم الهاند بلندر، هعمله على النار في نفس الحلة. زي ما اتفقنا، اللي ما عندوش هاند بلندر بيستنى يبرد شوية وبعد كده بيحطه في الخلاط. الخلاط بيعمله حلو برضو. طبعا انا هنا هضربه حلو قوي عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، زي ما انتوا شايفين كده. ده القوام المطلوب معايا. طبعا حسب ما انتوا تحبوه، في ناس تحبه تقيل، في ناس تحبه خفيف، انا بحب القوام ده. هنا ممكن تشربوه كده، وممكن تعملوا له شويه شعريه حلوين كده. انا بحبه بالشعريه. معايا معلقه زبده كبيره، طبعا العدس بيبقى حلو بالزبده، مش هنختلف في الموضوع ده. ربع كوبايه شعريه، هحمرها كويس تاخد معايا لون ذهبي. زي ما انتوا شايفين معايا كده، ده اللون المطلوب. انا هنا هسوي الشعريه الاول، هنزل عليها بشويه عدس. اسويها في الطاسه، نفس الطاسه. وبعد كده بعد ما تستوي بشويه العدس دول، انا هضيفها للعدس عشان لو حطيتها وهي نيه بتشرب العدس كله، وكمان بتخليه جابس على طول. الطريقه دي بتخليها حلوه، بتفضل الشوربه محتفظه على القوام بتاعها، وفي نفس الوقت الشعريه بتكون معاكي استوت وجاهزه على ان هي تحطيها في الشوربه. هنا خلاص يعني هتاخد غلوة بسيطة مع العدس وبس كده، هتبقى استوت معايا وبقت حلوة وجاهزة للتقديم. وفي نفس الوقت هيفضل العدس نفس القوام اللي احنا عاملينه في الاول، زي ما انتوا شايفين كده. هي غلوة واحدة معاها وخلاص. انا هنا دقته وكنت محتاج ملح تاني فضفت ملح. جربوا تحطوا معاه زعتر فريش، الزعتر خلاه في حتة تانية والله يا جماعة. بس كده، وهقدمه وهو سخن. طبعا العدس بيتاكل سخن. ممكن تقدموه مع عيش محمص، ممكن تشربوه كده عادي بالمعلقة. واللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو ما ينساش ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ما تنسوش تسيبولي كومنت، والناس اللي تعمله تقولي رأيها ايه.
كان طعمه حلو جدا صراحة. باي.